قبل هي المباراة المهمة مع ريال أوفيدو صار معي مشكلة كتير كبيرة. فقت الساعة 9:15 وكالعادة تصبحت بهي الإطلالة جدا جميلة يا جماعة، وبعدها غسلت ونزلت مشان روح على التمرين. أصبحنا وأصبح الملك لله. الجو كأنه ممطر يا جماعة يلي ما بيعرف، بأول مباراة لي مع ريال أوفيدو بدأت كأساسي وطلعت بديل بسبب الإصابة، ولكن اليوم لازم أروح على التمرين لأنه بعدها رح نسافر ونلعب مباراة بملعب الخصم. مبدئيا اجتمع الفريق وانتظرنا المدرب، بعدها ركضنا حوالين الملعب وحمينا شوي، وما بخفيكم إني كنت عم حس شوي بوجع، بس حاولت كمل وبدأنا نلعب باصات بمساحات ضيقة. كنا عم نحاول نحضر لهي المباراة ونجهز نفسنا يعني. وهون يا جماعة كنت عم بحكي لكم تحطوا لي لايك وتعملوا لي فولو. هون أعطيت كعب لصاحبي الأمريكي وصراحة حطها بطريقة جميلة، واللي ما بيعرف فأنا ظهير أيمن، فلهيك حبيت هذا التمرين شوي. ولكن بعد ساعة من التمرين بدأت أحس بوجع يا جماعة، الوجع نفسه تبع المباراة رجع يجيني، وبصراحة حاولت إني أكمل التمرين ولكن أبدا ما كنت مرتاح، فللأسف اضطريت إني غادر التمرين قبل ما يخلص، وجلست أتفرج على زملائي وهن عم يكملوا التمرين. بالمقاطع الجاي رح تعرفوا هل رح ألعب المباراة الجاي أو لا. شكرا لكم وسلام.